كل سنة وانتم طيبين، عيد مبارك عليكم. هنعمل بقى أحلى كفتة مشوية بجد، هتعملوها في البيت لذيذة جدا وطعمها بالظبط زي الكفتة اللي بتشوها برا، بل بالعكس أحلى وأنضف بكتير طبعا. وهنعمل كمان معاها بصل بالسماق وصوص الطحينة، عملته معاكم كتير قبل كده، بجد طعمها خطير وطريقتها مميزة جدا، هتطلع معاكم زي كفتة الحاتي بالظبط. لو أول مرة بقى بتسمعوني ما تنسوش تعملوا اشتراك أو سبسكرايب في القناة وتعملوا لايك وشير للفيديو. يلا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا، عظمة قوي. أول حاجة عندنا نص كيلو من اللحمة المفرومة، 25% منها نسبة دهن ضاني، لازم يكون فيها نسبة دهون عشان ده اللي هيدي الطعم المختلف جدا للكفتة وهيخليها زي الكفتة بتاعت الحياتي بالظبط. فضروري جدا لما تروحوا تشتروا اللحمة المفرومة يكون فيها 25% نسبة دهون، وياريت لو دهون ضاني وتكون مفرومة على الوشين. اول حاجة بقى هنتبلها بالبهارات اللي عندنا. اول حاجة هنحط معلقة صغيرة من الملح ومن الفلفل، وبعد كده عندنا ال11 بهار من كنور. ال11 بهار من كنور دي طعمها حلو جدا. احط معلقة صغيرة مليانة، وحطينا كمان معلقة صغيرة من السكر، رشة بسيطة جدا. وبعد كده عندنا معلقة صغيرة من الدقيق. ما تقلقوش، الدقيق هيتشرب مع اللحمة، هو مش بيبان طعمه خالص. وكمان حطينا معلقة صغيرة من النشا. بعد كده عندنا الخضار اللي هنستخدمه، عندنا بصلاية متوسطة. لو البصل عندكم صغير استخدموا 2. انا هنا البصلاية كانت حجمها متوسط، استخدمت واحدة. والطماطم طماطمية صغيرة، زي ما انتوا شايفينها كده، مخلية من القلب بتاعها عشان المية بتاعتها والبذر. وعندنا فلفل اخضر، نص فلفل اخضر وفلفل الوان، وعندنا نص ربطة البقدونس. فرمت بقى البصل لوحده عشان عايزة مية البصل هستخدمها لوحدها. وكمان فرمت البقدونس مع الطماطمايه، وطبعا قشرت القشر بتاعها عشان انا مش عايزة القشر بتاعها خالص. مع الفلفل الاخضر والفلفل الالوان فرمتهم فرم ناعم، وهفضل اصفي فيهم كويس جدا. لازم نتأكد ان احنا صفينا منهم المية كويس. انتوا شايفين منزلة سوائل كتير جدا، ما ينفعش طبعا تكون موجودة في الكفتة، مش هتنجحها معانا. عشان كده لازم نتأكد كويس جدا من تصفية الخضار اللي احنا هنستخدمه. بعد كده هنزل بقى بالبصل المفروم، وهنزل بقى بالبقدونس والفلفل والطماطمايه. الخطوة دي بقى مهمة جدا، هنقعد زي 10 دقايق لربع ساعة. هنعجن كويس اللحمة مع الخضار مع البهارات لحد ما نشوف الأنسجة بتاعة اللحمة المفرومة، هتلاقوها كونت كده أنسجة. فالخطوة دي مهمة جدا، هنقعد نعجن فيها لمدة 10 دقايق. طبعا أنا مسرعة الفيديو، لكن أنا قعدت أعجن فيها كويس قوي 10 دقايق لحد ما ايديا خلاص قالت كفاية. فالخطوة دي مهمة جدا. شايفين الأنسجة بتاعتها بانت معايا. هندخلها بقى التلاجة لمدة ساعة. ويلا بينا نعمل البصل بالسماق. عندنا بقى بصلاية متوسطة هقطعها شرايح رفيعة كده بالشكل ده. وعندنا نص ربطة بقدونس. قطعت البصل شرايح جوليان، والبقدونس كده هقطعه تقطيع صغير بالسكينة بالطريقة دي. السلطة دي مشهورة جدا في تركيا وبتتعمل مع المشويات، بتبقى خطيرة وطعمها فعلا طلع خطير. في طبق بقى كده هننزل بالبصل مع البقدونس. السلطة دي جدا مميزة مع المشويات، وكان طعمها خطير جدا مع الكفتة. كان عاملين ميكس كده، يعني مش قادرة اوصفها لكم غير بقى انتوا لما تجربوها بنفسكم وتقولوا ايه رأيكم. هنضيف بقى معلقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود، ورشة من السكر معلقة صغيرة برضو. وهنا بقى معلقة صغيرة مليانة من السماق. وكمان عصرنا نص ليمونة، وحطينا معلقة كبيرة من الخل ومعلقة كبيرة من الزيت. هنمسك بقى كل المكونات دي بقى مع بعض، وبإيدينا بقى هنفركهم كويس جدا مع بعض لحد ما نوصل بقى للشكل ده. مش قادرة اقول لكم بقى كل ده، الريحة بقى مع بعضها يعني جبارة. وطبعا انتوا شايفين قدامكم السلطة خطيرة وطعمها بجد كان تحفة.
والسماق هتلاقوه موجود عادي عند العطار. وكده خلصنا السلطة بتاعة البصل، وكمان عملت صوص الطحينة. انا نزلته معاكم كتير قبل كده، فما عملتهوش بقى المرة دي، هتلاقوه موجود عندكم في بقية الفيديوهات. وهنا كان عدى ساعة على الكفتة. هنقدر بقى دلوقتي نشكلها بالطريقة اللي انتم عايزينها. خلاص تجانست مع بعض وبقت متماسكة اكتر وانسجتها بقت تمام. هنجيب بقى صينية، اي صينية هندهنها سمنة، معلقة سمنة كبيرة كده. السمنة طبعا مع الكفتة بقى، الميكسات دي كلها مع بعض الريحة بتبقى جامدة جدا، فانا بفضل السمنة مش الزيت. في ناس بتستخدم زيت، انا بفضل السمنة. بعد كده على ظهر بقى شوكة، معلقة، خلة الشيش طاووق، اي حاجة متاحة عندكم استخدموها. هنشكل بقى الكفتة بتاعتنا بالشكل ده. نحاول ان احنا نقسم اللحمة المفرومة على قطع عشان نطلع الكفتة كلها تبقى متساوية نفس الطول والحجم. مهم جدا ان احنا من الاخر كده نضغطها من الاول ومن الاخر عشان تبقى متماسكة مع بعض. شايفين الكفتة ما شاء الله يعني شغالة معانا، بتتشكل بأي طريقة انتوا عايزينها، عشان احنا عاملينها بطريقة مظبوطة جدا. هنكمل بقى كله بنفس الطريقة. انا بوريكم بس كام واحدة كده. طبعا احنا مشغلين الفرن على اعلى درجة حرارة، الرف الوسطاني. وخلاص كده عملنا كل الكمية، طلعت معانا كمية كويسة جدا. لسه في اضافة اخيرة هنعملها. مية البصل اللي انا قلتلكم عليها هنستخدمها، اوعوا ترموها. حطينا عليها معلقة صغيرة مليانة من السمنة، وهنحط عليها معلقة صغيرة برضو من الكاتشب، ومعلقة صغيرة فلفل، معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة من السكر، رشة كده من السكر. هنقلب بقى المكونات دي كلها مع بعض عشان ندهن بيها وش الكفتة قبل ما ندخلها الفرن. هدهن بقى كده بيها وش الكفتة بتاعتنا. هندهن بيها الوش بس، ولما تاخد اللون الخطير بقى بتاعها من فوق وهي في الفرن هنقلبها على الجنب التاني، وهديها برضو دهنة كده بسيطة. خطيرة خطيرة من قبل ما ادخلها الفرن، بجد تحفة. هنا بقى ما اخدتش وقت خالص معانا في الفرن. لازم تكونوا مشغلين الفرن على درجة حرارة، وكمان مشغلين المروحة. هتدي معاكم اللون الخطير ده. لو ما ادتش معاكم اللون بتاع التحمير هتشغلوا عليها الشواية. وهنا انا كنت مولعة فحمة وحطيت عليها معلقة صغيرة من الزيت، وغطيتها بورق الفويل. هسيبها ربع ساعة كده لحد ما تاخد ريحة الشوي. حمرت بقى بطاطس محمرة هحطها بالشكل ده. وكمان عندنا البصل اللي بالسماق، وعندنا صوص الطحينة والعيش الجميل بتاعنا. لازم نظبط الدنيا كده، مش كفتة بس، لازم نعمل الحاجات دي كلها اللي حواليها. وحطينا شوية بقدونس، والكفتة بتاعتنا خلاص بقت كفتة مشوية خلاص. يعني الفحم بقى اللي اتولعت في الاخر دي بتدي اضافة جميلة قوي قوي. حطينا بقى الكفتة بتاعتنا، بجد مهما اوصف لكم طعمها خطير، بيدوب كده في البق وهشة وفي نفس الوقت متماسكة، بجد طعمها يجنن. نعمل بقى ساندوتش بقى كده، نحط بقى عليها بصل بقى بالسماق، ونحط الصوص الطحينة الخطير. خطيرة. يلا بقى لو عجبكم الفيديو هستناكم تعملوه، واستنى كومنتاتكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك. يلا باي باي.